السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بأصدقاء القناة. الأهلي بيخسر نقطتين إضافيتين بعد التعادل مع غزل المحلة دون أهداف. بجد في مباراة الحظ لم يبتسم فيها الأهلي، والحظ تقريبا نسي الأهلي خالص بأمانة. يعني من المرات القليلة أوي إن الأهلي يلعب بالشكل دوت والفرص دي كلها تضيع والأهلي ما يدخلش أي هدف. يعني من الماتشات القليلة أوي 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 إن ده يحصل. كرة في العارضة لتريزيجيه في نهاية الشوط الأولاني، وكرة في العارضة في نهاية الشوط الثاني لأشرف داري، غير بقى كم الفرص الضايعة كتير قوي في أثناء المباراة. ولكن الأهلي وتشكيله البداية 10/10 بصراحة، مفيش أي غلطة بأمانة، حتى اللعيبة كلها أدت اللي عليها. ولكن تغييرتين ملهمش أي طعم، والأهلي أصلا يعني مش عارف يتعملوا ليه إلا لو كان في إصابة. تغييرة عمر كمال بكريم فؤاد، اللي مش فاهم ليه. اسف، تغييرة احمد نبيل كوكا ب... بعمر كمال. يعني التغييرة ديت انا مش فاهم ليه. كوكا نزل عمل 4 ميس باص في 7 كور جوله. 4 ميس باص في 7 كور جوله. دي اول حاجة. دي اول بسم الله الرحمن الرحيم كده من كوكا. تاني حاجة، هو نازل تايه اصلا، يعني هو نازل الملعب ده تايه، مش عارف ليه، او عامل زي ما يكون اول مره يلعب، لسه ناشئ واول مره يلعب مباراه. عمر كمال كان بيأدي 10/10، وكريم فؤاد كان بيأدي 10/10. ده كان بيلعب يمين، ده كان بيلعب شمال، كان زي الفل ومية مية. كريم فؤاد اما راح يمين تاني أدى زي ما كان موجود، مفيش مشكلة خالص ولا أي حاجة، فرق بين اليمين والشمال. ولكن عمر كمال اتغير ليه؟ يعني نفسي أفهم تغييرة عمر كمال دي ليه. تاني تغييرة طاهر. يعني طاهر نزل سيء جدا، يعني تقريبا من أسوأ ماتشات محمد طاهر من ساعة ما نزل كبديل، أو ماتشات يلعبها كبديل. بأمانة يعني علامتين استفهام في التغييرين دول، وبالذات في تغييرة عمر كمال. تاني حاجة، انت الفرقة اللي قدامك يا عم ريبيرو، الفرقة اصلا دلوقتي بتدافع وبتلعب على الهجمة المرتدة. ليه ما تلعب؟ ليه ما نزلتش محمد شريف جنب جراديشار وتلعب باتنين رؤوس حرب؟ يعني ليه ما عملتش كده؟ انت كده كده طلعت الجناحين بتوعك، طلعت اشرف داري وغيرت حسين الشحات وغيرت تريزيجيه بعديها، وقبل كده كنت مغير مغير في التشكيل. طب طب ليه ما كنت لعبت باتنين رؤوس حربه ورحت نفسك؟ على الاقل كريم فؤاد اما نزل عمل، اما لعب يمين عمل حوالي بتاع 4 كرات عرضيه، والاربع كرات عرضيه منهم اللي اتلعب بالهيد مظبوط، ومنهم اللي ما لقاش حد عشان يلعبه. يعني هو انت لعبت على الكرات العرضيه وما عندكش جراديشار، ما بيلعبش بهيده اصلا، يعني جراديشار اصلا ما بيلعبش بهيده. فانت ليه ما تلعبش باتنين رؤوس حربه وانت شايف الفرقه اللي قدامك بتدافع؟ كل التغييرات بتاعتك مركز مكان مركز، لعيب بلعيب في نفس المركز بتاعه. التغييره الوحيده اللي اديت كريم فؤاد من الشمال وديته يمين بعد ما شلت عمر كمال. دي التغييره الوحيده اللي قلبت فيها الملعب، او غلبت فيها، او قلبت فيها بوزيشن لعيب. لكن التغييرات كلها بامانه يعني كانت في منتهى السوء، في منتهى السوء. اللعيبه ما اضافتش جديد للعيبه اللي كانت بديله. ممكن زيزو اللي كان ممكن يغير، لو انت عايز تلعب برضه باتنين رؤوس حربه، لان زيزو برضه الشوط الثاني من بعد الكام كوره جوله كده هو ما كانش في مستواه ولياقته البدنيه قلت. انا شايف كده بصراحه، انا شفت كده. جايز انا ما وجهه نظري مختلفه، لكن انا شفت كده. التغييرات لاول مره لم تضيف جديد في الاهلي، لانك انت بادئ التشكيل بالسكواد العالي قوي، بالسكواد العالي جدا. اوراق اللعب اللي عندك بره مش هي نفس اوراق اللعب اللي موجوده في الملعب. بمنتهى الصراحه دلوقتي طاهر ما اداش زي تريزيجيه لما كان في اليمين، ولا الشحات لما نزل قد ما كان تريزيجيه، ولا ما كان بن شرقي لما كان موجود، حتى في ظل تعب بن شرقي برضه. فانت الناس اللي تعبت، انت كنت لعبت باتنين رؤوس حرب، والفرقه اللي قدامك بتلعب على الهجمه المرتده، وانت انت في خط النص. هو بصراحه ديانج النهارده شايل خط النص بمنتهى الصراحه والامان. لولا وانا عارف ان لولا الانذار اللي خده بالرمضان، انا لو انا مدرب بالرمضان بعد ما خد الانذار وكان في كوره في بدايه الشوط الثاني، كنت هشيله من الاول خالص، كنت هشيله والعب بقى باتنين رؤوس حرب. احمد رضا نزل ادى اللي عليه او كل حاجه، بس انت عايز تكسب ماتش زي ده هتلعب برضو تغيير بتغيير ومركز بمركز. ما عملتش حاجه، ما غيرتش حاجه في الخطه، ما عملتش اي جديد في الخطه. حتى الركلات الركنيه مفيش فيها تريكات.
يعني الركله الركنيه بتتلعب مفيش فيها تريكات. الفاول الوحيد اللي كان هيتلعب فيه تريكه اللي اتباص على خط ال 18 في الشوط الاولاني للجنب عشان يشارك تنكيب فؤاد، في حين ان اصلا اليمين محمد بن رمضان فاضي. الكره لو كانت اتلعبت له من الفاول من الاول خالص وهو لوحده كان ممكن يشوط، كان ممكن يعرض تاني من غير اي تريكات ومن غير اي حاجه خالص. الفاولات ما فيهاش اي تريكات ولا الركلات الركنيه فيها اي تغيير. كورنر بيتلعب عادي، لو حد قابل بالهيد قابل، محدش قابل يبقى خلاص الكره خلصت. الفاولات نفس الموضوع، يا اما بتتشاط يا اما اللي هي التركيه اللي حصلت اتلعبت للجنب واتشاطت من كريم فؤاد وفي الاخر ما الكره ما كانتش موجوده. التغييرات النهارده اثرت على الاهلي؟ اثرت على الاهلي بالسلب. بالسلب منتهى الصراحه. خوف النهارده ريبيرو، خايف النهارده كان خايف. اتنين الماتش ده اصول، وبعد اللي انت شفته في الشوط الاولاني وفي الاخر ربع ساعه اتنين رؤوس حربه. الله يمسيك بالخير يا جوزيه. ماتش زي ده اقسم بالله يلعب بثلاثه رؤوس حربه ولا يهمه حاجه، وعملها قبل كده كتير اصلا في ماتشات كتير. فرقه قدامه بتدافع كده بالمنظر دوت بتاع هجمه مرتده، هيامن الدفاع باتنين واحد خط نص معاهم، وكانوا موجودين الحمد لله النهارده مفيش غلطات من عندهم. ديانج موجود في نص الملعب وهيحط مهاجم معاهم كمان اتنين مهاجمين، والجناحات اللي موجوده معاكم زي الفل 100 بصراحه. على العموم تعادل النهارده، الاهلي كده 5 بونت في 3 ماتشات، بدايه مش وحشه ومش حلوه. قال السنه اللي فاتت كان بادئ فايز بتعادل وبعدين فوز، يعني كان نقطه ونقطه وتعادلات في الاخر، بس جت في الاخر يعني ربنا سترها بصراحه. لكن من البدايه كده وفي فرقه شاده قدامك اللي هي المصري اصلا، لا انت كده ماشي عامل زي بيراميدز. يعني انت وبيراميدز تقريبا بتتنافسوا المره دي مين اللي هيتعادل اكتر والماتشات اللي هيسفرط فيها، بعيدا عن الماتش في المحله وبعيدا عن الماتش بره ارضي والكلام ده كله. لا، جمهور الاهلي كان حاضر في المدرجات بسم الله ما شاء الله. الجمهور عمل اللي عليه وزياده، شابوه لجمهور الاهلي منتهى الصراحه. كان في ناس من جمهور المحله اهلاويه وقاعدين في وسطكم، وفي كور كانت بتضيع من اللعيبه ورد فعل الجمهور كان باين، ودي حاجه معروفه. لا النهارده الجمهور بجد شابوه شابوه شابوه، حتى جمهور المحله. يعني الجمهورين بصراحه النهارده عملوا كرنفال في الملعب. لكن النهارده التغييرات بتاعت الاهلي بامانه كلها ما كانتش مجديه خالص بمنتهى الصراحه. على العموم حصل خير، وان شاء الله الماتش الجاي تعوض ال3 بونت دول. ويا ريت يبقى في جمل تكتيكيه في التدريبات. مفيش ولا جمله اتلعبت خالص النهارده في الملعب. الفرق المتكتله قدامك وتبقى كتير قدامها، ما كانش فيه غير شوط التريزيجيه اللي في الشوط الاولاني بس، وبعدين الشوطه الثانيه بتاعت اشرف داي مفيش لعيب حاول يشوط تاني اصلا. وكريم فؤاد اللي هي الكره الفاول اللي اتشاطت بره ديت، مفيش لعيب شاط كوره على الخط من بره تبان ان انت في مدي تعليمات ان هم يشوطوا. ما كانش في تعليمات بكده خالص، والجيم مقفول. يعني الجيم مقفول اصلا، مفيش اختراقات، فلازم هيبقى في تسديدات. يا اما الاوفرات وحضرتك بتلعب واحد راس حربه وراس حربه بتاعك ما بيلعبش بهيد وجراديشار. ان شاء الله جاي احلى وجاي افضل ان شاء الله، وربنا يسهل في القادم ان شاء الله. سلام.